طب والله وحشتوني الشوية دول. بصراحة كانت أجازة كنا محتاجينها وكنا بنظبط فيها خطط كتير هتشوفوها خلال الأسابيع الجاية. محتوى جديد وشغل جديد، قد يكون فيديو واحد في الأسبوع مش كفاية ليه، وهيعدي علينا أسابيع هيبقى عندنا أكتر من فيديوهين كمان. ده غير إن أنا دخلت عالم جديد اللي هو عالم Dungeons and Dragons، وعملت أول شخصية ليا، وزي ما انتوا عارفين أكيد كان ويتشر. ممكن في فيديو الأسئلة بتاعنا بحكي لكم قصته، بس عشان فيديو النهاردة أنا عايز نتكلم كلمتين جد. مشاعرك دايما في كلمة أو مثل بيقولك ما تستعملهمش إلا وهتكون العواقب وخيمة. وفي عالمنا الجديد والمسلسل الرائع اللي لسه نازل عنه، عرفنا إن كل المشاعر ليها تمن وقوة وقدرات مختلفة، سواء كانت للحماية أو للدمار أو حاجات بشاعتها ما خطرتش على بالك. أركينوكس أخيراً دخل عالم دي سي، والنهاردة عندنا فيديو هنقابل فيه أهم الأسلحة المظلومة بشكل غير طبيعي في عالم دي سي كوميكس، بس هنتكلم بطريقتنا وحكاياتنا الخاصة اللي محدش غيرنا بيقدمها. هاخدك في رحلة عبر الزمن والفضاء، وعايزك في النهاية تقولي أنت أنهي لون فيهم؟ في بداية خلق الكون اللي جواه عالم دي سي، الكائنات الحية ظهرت ومعاها المشاعر اللي هتحدد مسار تعامل كل الكائنات مع بعض. المشاعر دي تجسدت من خلال 7 كيانات، أقدمهم وأولهم اسمه آيون، الحوت الفضائي اللي كان بيمثل قوة الإرادة. بعده على طول عدو اللدود بارالاكس، الحشرة المخيفة اللي مثلت الخوف. بعدهم جه شعور القوة الغاشمة للغضب اللي تمثلت في شكل تور شيطاني مرعب اسمه الجزار. وفي هدوء بعده ظهر تعبان لئيم الشكل والطباع، كان تجسيد قوة الطمع. وبعد موجة المشاعر السلبية دي ظهرت أدارا، الطائر الجميل ذو الرؤوس الثلاثة اللي بيمثل القوة اللانهائية للأمل. ومعاها كيان ما نعرفش عنه غير إن اسمه المهتدي، اخطبوط عملاق بيمثل قوة التعاطف والشفقة. وآخرهم أكتر كائن شكله لا يوحي بما يمثله، وكان اسمه الصياد، كائن مكون من العظام قبيح الشكل لكن بيمثل القوة الصادمة للحب. وقبل كل دول كان في كيانات أقدم من ال7 البدائيين اللي اتكلمنا عنهم، أطلق عليهم حراس الكون، اللي اتعلموا كل حاجة عن قوة المشاعر دي من كائن عاش آلاف السنين بعدهم لكن رجع للماضي، واسمه فولثوم، أو اللي بيطلقوا عليه المصباح الأول The First Lantern. شخص كان قادر على استخدام كل قوى المشاعر بنفس القوة تقريبا، وعلمهم كيفية تسخيرها. لكن ده قصته طويلة، ويكفي نعرف عنه انه حاليا العدو الاشرس لكل قوات اللانترنز. بس قبل حملة الخواتم بقرون اكتر من قدرتنا على العد، كان في قوات صيادي البشر او المان هانترز، روبوتات عديمة المشاعر صنعها حراس الكون عشان يضمنوا العدالة في ارجائه بدون المشاكل المتعلقة بالمشاعر اللي بيحموها. بس القوات دي فشلت فشل ذريع كلف كل أشكال الحياة أرواح ملهاش عدد. وعلشان كده اعتمادهم الأساسي حاليا هو على الجرين لانترنز، أهم قوة شرطة في تاريخ الكون. ألف مبروك يا سيد، انت كده عرفت اللي محتاجه عن تاريخ وبداية قوات اللانترنز بشكل مبسط جدا، وهتحس الأمور واضحة أكتر كمان شوية. بس خد بالك، كل قوة من دول ليها شروط ومسؤولية ومخاطر، لأنهم معتمدين على أهم شيء وأضعف شيء عند كل الكائنات الحية عموما والبشر خصوصا، تقلبات المشاعر. يلا نستكشف كل واحدة منهم وتعرف أسرار قوة ما سمعتش غير عن واحدة بس منهم. لو انت يا سيد اكتر واحد متفائل في الحياة، فنظرتك الوردية دي ملهاش الا عدو واحد، الخوف. والخوف مخلوق لئيم لانه بيتمثل في حاجات كتير، الخوف من الفشل، الموت، الفقر، المرض. لكن الإرادة القوية هي مفتاح كسر رهبته، والخوف لو تسلل لذوي الإرادة الصلبة أبواب الجحيم بتنفتح. وعلشان كده العدو الأزلي للجرين لانترنز هم أتباع بارالاكس، تجسيد الخوف من كل شيء، واللي محبوس داخل مصدر الطاقة الأساسي لكل المصابيح على كوكبهم أوا. بارالاكس أو تجسد الخوف خطورته إنه الوحيد اللي دايما عايش من خلال كائن حي، زي ما عمل مع أشهر جرين لانترن هال جوردن. لكن هوايته المفضلة كانت التنقل من عالم لعالم ومن كون لكون عشان يزرع الخوف في قلوب الكل ويتلذذ بالنتيجة. حضارات كاملة دمرت نفسها ومحت غيرها من الوجود بسبب الخوف. وعلى مدار ملايين السنين بارالاكس أو الشيطان الأصفر اتنسى، ومنع حماة الكون أي حد إنه يعرف عنه أي شيء، وبالتالي كل حامل لخاتم ما كانش يعرف عنه حاجة لمدة طويلة. وده كان ليه نتيجة عكسية، وهي إن خواتمهم مهما كانت قوتها ولونها كانت ضعيفة ضد كل شيء لونه أصفر.
معلومة اعتمد عليها أسوأ مستخدمي قوة الخواتم سينسترو، مؤسس وحدة المصابيح الصفراء، اللي انطرد من الجرين لانترنز علشان استخدم قوته في محاولة استعباد سكان كوكبه الأم. ولما انطرد اعتمد على علوم من كوكب تاني عشان يسخر قوة الخوف في خاتم استهزاء بيهم، وجمع كل المؤمنين بسيطرة الخوف على أي شعور تاني. ويقال إن خاتم الخوف الأصفر اللي بيمتلكه سينسترو وأعوانه هو الأقوى على الإطلاق في بعض الأحيان. أغلب الخواتم قوتها متشابهة لأنها بشكل أو بآخر من نفس المصدر، لكن اختلاف قوات الخوف في إن واحدة من قدراتهم المرعبة هو زرع الرعب والهلع في قلوب أخصامهم. ويقال إنهم ما بيحتاجوش يلمسوا مصابيحهم لشحن قوة الخاتم، لكن من أهم نقاط ضعفهم إن لو كانت المشاعر الإيجابية ضدهم أعلى فقوة الخاتم بتتضاءل فجأة، خاصة لو واجهوا اللون اللي جاي. افتكر معايا عزيزي النرد كام مرة كنت ماشي وشفت خناقة أو مشاجرة والناس فيها تحسهم غاضبين أكتر من الطبيعي، بتحس الهوا حواليكم اتغير وبقى ليه ثقل غريب، كأن في وجود تاني بيحرك جمرات الغضب جوه المتعاركين دول. والوجود الغير مرئي لكن محسوس ده هو شعور الغضب اللي بيغذي النوع اللي هنتكلم عنه من خواتم القوة دلوقتي. قوة بتدور في كل أرجاء الكون المعروف على أكتر كائنات غضبها أعمى دموي ملوش حدود عشان تمنحها قوتها. مفيش أي شيء جميل أو نبيل عن قوات المصباح الأحمر اللي بدأ ظهورهم من قلب غضب مؤسسهم أتروشيوس، اللي فقد كل شيء على إيد الروبوتات اللي اتكلمنا عنها المان هانترز، لما هاجموا كوكبه بعد ما بدأت برمجتهم تفشل تماما، وبدأوا يعدموا أي شخص يعمل أي مخالفة حتى لو كانت رمي ورقة في الشارع. ومع الوقت وزيادة جرايمهم لحد ما بقت مجزرة بكل المقاييس، أتروشيوس شاف عيلته بتموت قدام عينيه، وفوق جثثهم حزنه تحول لغضب ما بيقلش، ورغبته في الانتقام كانت ملطخة بدماء الكل، حتى أعوانه اللي يقال إنهم تبقوا وهربوا معاه من كوكبه، أو في حكايات تانية إنه قابلهم بعدها. المهم إنه أقسم معاهم إنه ينتقم للكل من حراس الكون سبب المجزرة. وبعد مدة طويلة جدا قدر يوصل لواحد من الحراس دول وقضى عليه واستعمل دماءه عشان يشوف مستقبله، اللي شاف فيه إنه هيحتاج يتخلص من أصدقائه ويدمج دمهم بسحر الدم اللي كان بيدرسه بجنون. وبعد ما عمل ده حبس القوة المنطلقة منه في مصباح شبيه باللي بيستعمله أصحاب النور الأخضر، لكن الفرق إنه دمج جسمه مع المصباح ده وصنع بسحر خواتم اداها لأكتر كيانات دموية غاضبة في الكون الفسيح، وأمرهم إنهم يضموا أي شخص يقدروا إن غضبه أعمى وقاتل زيهم. أبناء المصابيح الحمراء مختلفين لأن كل شيء عندهم مبني على الغضب والدموية، حتى قدراتهم بتنطوي على تحويل دم اللي بينضم إليهم لمادة حارقة وبتضعف قوة أي حملة خواتم تانيين. وفي المقابل لو المستخدم فقد خاتمه الأحمر بيموت مباشرة، لأن زي قائدهم الخاتم بيقتل قلبه وبيبقى هو قلبه. وعلى الرغم من أن كل ما زاد غضبهم وكل ما زادت قوتهم، نوع واحد من المصابيح هو اللي بيقدر عليهم، لأن قوته هي عدوهم اللدود. تفتكر لونهم إيه؟ أحيانا بيكون الغضب مصدره جرح أو فقد لشخص محبوب، أو الأسوأ فقدان الأمل. وده بالظبط اللي أدركه أول مصباح أزرق في التاريخ اللي اسمه الكاهن واكر، اللي لما كوكبه كان بينهار بسبب ضعف الشمس اللي بتغذيه وبتمدهم بالحياة، حاول يحقق نبوءة سمعها من كبار الكهنة في كوكبه بأن الأمل موجود على أعلى جبل في الكوكب. ولما طلع عليه ما لقاش أي شيء، ففهم أن الرسالة أن الشخص اللي عنده المقدرة يتحمل مشقة رحلة زي دي اللي دفعه كان هو الأمل. وبالفعل بيرجع لأهل كوكبه وبيقرر يحفزهم أنهم يستكملوا حياتهم ويرفضوا الاستسلام للوضع المخيف. في ناحية تانية من المجرة اللي وقتها كانت بتعاني من حرب شعواء ضد قوات الخوف التابعة لسينسترو، كان في 2 منفيين من حراس الكون بسبب رفضهم للأفكار المتشددة، وبيحاولوا يستعيدوا السلاح الوحيد اللي ممكن يخلي المجرة كلها ترجع تقف على رجليها وتقاوم: قوة الأمل. ولما واكر اللي اتكلمنا عنه قام برحلته وفهم مغزاها، اختاروا الخاتم الأول اللي صنعوه عشان يكون أول شعلة من ضوء الأمل. ومن القصة دي يا سيد نفهم ان الاختيار في قوات المصباح الأزرق مختلف. مش انت اللي بتاخد الخاتم أو بتقرر تبقى ممثل لشعوره أو لقوته، لازم شخص خدم الشعور ده لمدة طويلة يختار شخص تاني قام بأفعال كفيلة إنها تخليه مسؤول عن محاربة كل وأي شيء بيسحب الأحياء ناحية الظلام. وعلى سيرة الاختلاف، أبناء المصباح الأزرق مش قوة هجوم من الأساس، بيفضلوا إن دورهم بشكل أكبر يكون الدفاع والعلاج.
لكن القاعدة العامة إن قوتهم ما بتكونش في أوجها إلا لما بتختلط بقوة المصباح الأخضر، لأن الأمل من غير إرادة كأن لم يكن. وبناء على ده حملة المصباح الأزرق وقت القتال بيقدروا يشحنوا قوة الجرين لانترنز لدرجة ممكن تفوق أضعاف مضاعفة من قوتهم. أما مع أعدائهم الأزليين أصحاب المصباح الأحمر اللي زي ما قلنا لو حد منهم خلع الخاتم اللي بيكون قلبه في حالتهم، أصحاب النور الأزرق بيقدروا يعالجوا فساد قلبهم ويرجعوهم لحالتهم ما قبل التحول بالخاتم. وقدرتهم العلاجية دي ممكن توصل لإعادة الطاقة لنجم كامل بيموت زي شمس كوكبهم الأول، نفس اللي عمله ووكر بعد ما تحول لمصباح أزرق في كوكبه المحتضر. وزي ما كل شيء جميل ممكن يتشوه، فأكتر شيء بيخشاه المصابيح الزرق في البشر وكل الكائنات الحية بيمثلوا لون يبان جميل لكن جواه أسوأ ذنب ممكن يدمر روحك. خليك صريح معايا، لو لقيت مصدر قوة ما بينتهيش هتفكر تشاركه ولا هتاخده كله لنفسك؟ اهو ده اللي فكر وعاش بيه واحد اسمه لارفليز صاحب المصباح البرتقالي اللي بيمثل شعور الطمع. بس الطماع دايما عنده نفس الخصلة، انه بيحاول يديك قصة حزينة تبرر اللي بيعمله ورفضه لمشاركة كل شيء. زي لارفليز اللي بنتكلم عنه ده، فضائي قبيح جدا حتى بمقاييس كوكبه البعيد، اتولد ما بين 16 اخ واخت، ابوه وامه كانوا بيعاملوه بمنتهى السوء والقسوة نظرا لشكله الشنيع، فما كانش قدامه عشان يقدر يعيش غير حياة اللصوص. وفكرة ان غيره عايش حياة افضل من حياته او عايش عامة كانت بتصيبه بالجنون. وفي وقت من الاوقات لما كوكبه احتلوا عرق فضائي تاني ورموه في السجن، بيقول انهم اجبروه يتزاوج مع مسجونة ما يعرفهاش عشان ياخدوا ابنائهم يستعملوهم كعبيد في كواكب تانية. وخلال سجنه قدر يقود ثورة ضد سجانيهم، وقرر لما يخرج انه يقوم باضخم عملية انتقام او سرقة تخطر على بال حد. حسب حكاية لارفليز ده شخصيا، قرر مع عصابته يسرقوا صندوق سمع ان قيمته تتجاوز مجموعة شمسية بحالها. صندوق ما كانش يعرف ان محبوس جواه تجسد الخوف شخصيا، بارالاكس. المهم بعد ما سرقتهم العبقرية تمت وهربوا في غابات كوكب اوكارا، وقع هو وشوية منهم جوه معبد مجهول، وفي وسطه كان بيلمع مصباح قديم بنور برتقالي دافي. حس انه بيكلمه وانبهر بقوته لما لحقهم افراد من المان هانترز وحراس الكون، لكن فجأة النور البرتقالي سحب قوتهم وكان على وشك القضاء عليهم تماما. واللي اتبقوا منهم اتقاء لشره عملوا صفقة مع لارفليز، قالوا له ان واحد منهم بس اللي هيخرج من هنا لان النور البرتقالي مش بيقبل الا شخص واحد، وفي المقابل عشان نسيبكم تعيشوا تسلمون الصندوق. وكان رد لارفليز انه تخلص من زميله بسبب الاصوات اللي سيطرت على مخه في عراك حتى الموت. واول ما لمس المصباح ملاه جوع مرعب تجاه كل شيء سواء محتاجه او لا، واكتشف ان النور اي نعم مش هيرفض غيره، لكن هو هيتأكد ان مفيش مخلوق غيره هيشاركه فيه. ومن اللحظة دي بقى هو حامل المصباح البرتقالي للطمع الاوحد. من اللحظة دي ومحاولات كل أبناء المصابيح التانية للسيطرة على قوة الطمع وصاحبها بتفشل. جنونه من فكرة فقدانه المصباح العزيز اللي كان بيقوي شعوره بالجشع والطمع في كل شيء كان بيتعاظم كل ثانية، لدرجة إن أدنى محاولة للسيطرة عليه كان بيواجهها بعنف ودموية شديدة ممكن تصل لقتل اللي بيطاردوه. حاجة كده زي علاقة سميجل بالخاتم. حتى محاولات أي شخص إنه ينضم لصفوفه كان بيقابلها بإنه بيسحب قوته ويحول الكائن ده لزومبي مصنوع من طاقة الطمع بحيث ما يكونش ليه شريك في قوة المصباح. قدرات لارفليز أو المصباح البرتقالي كلها مرتكزة على فكرة الطمع في كل شيء بعيدا عن القدرات العامة اللي كل حملة الخواتم بيتمتعوا بيها، زي التكنولوجيا وترجمة كل لغات الكون والطيران والدروع وانت فاهم يعني. وبتوصل لدرجة إنه بيطمع وبيسرق وعي الكائنات وأجسامها وأرواحها وطاقتها حتى لو كانوا من أبناء المصابيح التانية، وعشان يضمن إن محدش هيشاركوا قوته بعد ما بيقتلهم بيرجعهم بنفس أشكالهم، بس بشرط إنهم مربوطين بقوته هو من خلال المصباح. قوته كانت رهيبة ضد أغلب أبناء المصابيح ما عدا الأزرق، لأن الأمل ما بيعترفش بالطبع. وقوة تانية مختفية وسط كل اللي قلناهم، لكن لو فكرت فيها هي الرد البديهي على إحساس الطمع. تفتكر هي إيه؟ المضحك في قصة قوات معتمدة أصلا على قوة المشاعر إن حراس الكون أو قادتها لا يؤمنوا إن المشاعر دي المفروض تكون عندهم هم، وعشان كده من مليارات السنين خرجت مجموعة منهم كانت مكونة من الإناث ورفضوا إنهم يمسحوا مشاعرهم زي ما قوانين حراس الكون بتقول، واستقروا في كوكب كان اسمه زمران. وفي الكوكب ده قدروا إنهم يحموا أهم شعور عند كل الكائنات وهو شعور الحب.
وفي انتظارهم هناك كانت جوهرة من الياقوت الساقط من واحد من النجوم، ولما درسوها وعرفوا قدراتها قرروا إنها تكون وسيلتهم للانتقام من كل الرجال اللي أساءوا لمشاعرهم واحتقروا إحساس الحب بكل أشكاله. ومع مرور قرون وسنين يصعب عدها بدأوا يتناسوا إن الحب ده سلاح ذو حدين، ممكن يكون بناء وممكن يكون قاتل لو اختلط بغيرة شديدة أو طمع أو غيره. وده شيء وضحه لهم الجرين لانترن الأشهر اللي قلنا عليه هال جوردن، وأقنعهم يحولوا قوة الياقوتة المخيفة دي للبطارية أو المصباح اللي بيحمل القوة الصافية للحب. أنا عارف إنك ممكن تكون بتضحك وإنت بتسمع حكايتهم، لكن هتقول إيه لو عرفت إنهم من أقوى أبناء المصابيح على الإطلاق؟ قوة أبناء المصباح البنفسجي تكمن في قدرتهم على استعمال قوة الحب في تغيير طريقة تفكير أي شخص، حتى لو كان من حملة الخواتم التانية وإذا كان عنده شعور مختلف عن شعورهم. قوة شديدة بتقدر تسيطر حتى على عنف أبناء المصباح الأحمر. بيقدروا يعزلوا الشخص جوه ياقوتة بتغسل قلبه وتغيره لكائن مؤمن بقوة المحبة فوق كل شيء. لكن بما إن الشعور ده زي ما اتفقنا سلاح ذو حدين، فأحيانا بيعملوا ده عن طريق سحب إرادة الشخص الحرة وإجباره على الإيمان باللي بيسعوا إليه، خاصة وإن المعلومة المغلوطة إنهم بيمثلوا شعور الحب من شخص لشخص منتشرة جدا، لكنهم بيمثلوا محبة كل شيء، زي ما لاحظت وندر وومن لما اضطرت تستعمل قوتهم وعززت قوتها الخاصة بيها لأنها اكتشفت إن مصدر قوتها هو حبها لأهل كوكب الأرض مش لشخص أو لكائن واحد. الحب جميل مفيش كلام، بس تفتكر يساوي إيه من غير اللون اللي جاي؟ ناس كتير من اخواتنا النيردز ممكن يقولوا ان مفيش اقوى من قوات المصباح الابيض او الاسود. اي نعم هم ملهمش قصة متوسعة زي اللي حكيناهم وهنحكي عنهم، إلا إن كتير ما يعرفوش بوجودهم أصلا. أبناء المصباح الأسود وقائدهم نيكرون، وهو التجسد الحي لفكرة الموت، متلاعبين بجثث الموتى وبيقدروا يحركوها وكأنها رجعت للحياة. ومن أشنع قدراتهم إنهم بيحفزوا أي شخص تاني إن مشاعره تسيطر عليه عشان يسرقوا قلبه ويشحنوا بيه مصابيحهم ويضمنوا رجوع قائدهم للحياة. وشبه مستحيل إن واحد من ذوي الخواتم المختلفة يهزمهم إلا لو أكتر من فريق اتجمع ضدهم. ودول تقدر تعتبرهم أسوأ الأشرار بين قوات المصابيح المختلفة، لأنهم كانوا في قصص كتير من أهم أعوان كابوس دي سي دارك سايد. لكن يمكن الميزة الوحيدة في قدرات خواتمهم إنها مش بتسيطر على عقل اللي بيلبسها زي البرتقالي أو الأصفر كده. يعني مثلا باتمان وسينسترو وهال جوردن وروي هاربر لبسوا الخواتم بتاعة القوات السوداء واستخدموها فعلا، لكن ما وقعوش تحت سيطرتها. أما الأبيض فهو نور مصباح الحياة، وهو الأعلى بين كل الألوان ومصدرها الأساسي. نور قوي لدرجة إن عنده القدرة على تغيير الواقع وإعطاء قوة الحياة لأشخاص على شفير الموت. الميزة الحقيقية لأصحاب النور ده إنك لا بتقابلهم ولا بتشوفهم كتير. ظهورهم مرتبط بأوقات الأزمات الطاحنة أو سقوط أبطال مرتبط بيهم مصير العالم، وفي المقابل فهي قوة غاشمة سهل إنها تحول حاملها لرماد أو تمحي وجوده لو فكر يستعملها بشكل أناني. وفعلا من أندر القوات اللي ممكن تقابلها في عالم دي سي هي حملة نور الحياة الأبيض. لكن لو حصل اعرف انك على وشك تشهد كارثة او انقلاب دفة المعركة ناحية الخير. انا عارف انت مستني ايه، انت جاي وكل اللي في دماغك الفيلم الشنيع اللي عمله رايان رينولدز. ما تيجي نتكلم على البطل الحقيقي بقى. تخيل بقى لما واحد من اهم ابطالك وفريق من حملة ما يعتبر أهم أسلحة البشرية كل شيء اتعمل عنهم في الإعلام كان تقريبا فاشل، لكن الأمل في المسلسل اللي بيتعرض على HBO اليومين دول ويا رب يرجع الجرين لانترنز لقيمتهم. بس هي ليه قيمتهم عالية قوي كده؟ أعتقد دلوقتي أنت فهمت إن قوات الجرين لانترنز هي من أقدم وأقوى وأكبر قوات حفظ السلام في الكون. قوة بتتكون من أكتر من 7000 كائن حي من كل أرجاء الفضاء الفسيح بهدف إيقاف كل أصحاب الخواتم الشريرة من تنفيذ خططهم الخبيثة، وغير كده تنظيم التعايش بين الكواكب والمجموعات الشمسية وما إلى ذلك. خاتمهم زي ما قلنا في البداية مصدر قوته هو آيون، الكائن الأقدم بين السبعة الأساسيين، وتجسيد قوة الإرادة بلونها الأخضر، وهو اللون اللي بيتوسط أطياف المشاعر السبعة، وده قد يكون سبب كونهم أكتر قوة متوازنة وأقلهم مشاكل بنسبة كبيرة.
الميزة الأساسية ليهم إن الخاتم ملوش أي سيطرة على حامله، لكن في المقابل بيستمد قوته من الإرادة الحديدية للشخص نفسه وقدرته على مقاومة شرور نفسه أو تخطي موقف ممكن يكسر روح غيره. ده غير قدرته الأساسية اللي بعيدا عن القدرات المشتركة مع كل الخواتم، وهي تكوين أشكال بسيطة إلى شديدة التعقيد من أسلحة أو دروع أو أطياف أو خدع، كلها تتوقف على خيال الشخص الحامل لنور المصباح. ودي ميزة بنشوفها مع الجرين لانترن الحالي في كوكب الأرض كايل راينر اللي كان بيشتغل رسام كوميكس. لكن من عيوب الأخضر المحورية بخلاف البرتقالي مثلا أو الأسود إنهم بيحتاجوا يشحنوا خواتمهم من المصباح كل فترة، ومن أهم الحاجات الفريدة عنهم إن قوتهم بتمنعهم من إنهاء حياة أي كائن حي لأي سبب كان. لكن حماة الكون شالوا العقبة دي منهم لما سينسترو كان بيهدد كل أشكال الحياة هو وقوات المصباح الأصفر التابعة ليه، والمعركة كانت ممكن توصل للموت. بدون حرق، المسلسل الجديد بيتتبع قصة الجرين لانترن الأشهر هال جوردن في مرحلة متأخرة من حياته، وهو بيدرب واحد من اللانترنز الأسطوريين جون ستيوارت جندي المارينز السابق اللي بيحاول يكشف سر جرائم تمت في إحدى مدن الولايات المتحدة. وبنشوف من خلال رحلتهم مخاوف هال اللانترن الأشهر من إنه يتنسي ويستبدلوه بشاب أصغر منه. وما تقلقش، المعلومات دي كلها في التريلر وبعد المسلسل نتكلم. زي ما وعدتك كلمتك عن كل لون من ألوان المصابيح اللي ما كنتش تعرفها، وهفكرك بسؤالي: انت لونك ايه وليه؟ الفترة الجاية عندنا محتوى ويتشر كتير جدا لأن Songs of the Past خلاص نازلة، وأول ما ألعبها هجيلكم بالقصة مباشرة. ادعوا لنا كل الخطط اللي بنحاول نعملها الأركينوكس الفترة الجاية نقدر إن احنا نوصل بيها لبر الأمان، وبنتمنى تنجح علشان انتوا تستاهلوا كل ده وأكتر. ولحد ما اجيلكم فيديو جديد ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير مع النيردز اللي زي حالتنا، وهشوفك في المغامرة الجاية.